مفيش حاجة اسمها الأهلي فوق الجميع، وسام خلاها دلوقتي وسام فوق الأهلي. لما زيزو كان معانا، زيزو فضل موجود على ذمة الزمالك لآخر يوم في عقده. معلش ده كلام واقع يا باشا، احنا ما بنضحكش على حد. وبعد ما خلص عقده اتكل على الله راح للاهلي. تخيل نادي بحجمه وتاريخ النادي الاهلي ينزل على صفحته الرسميه بيان ان هو يعلن تمسكه ورفضه اي عروض يجي، يعني هو مش محتاج فلوس، هو محتاج اللاعب فني، ورغم كده ان اللاعب يقول لهم لا انا همشي يعني همشي. اما لاعب يكون عندك ولسه عقده 4 سنين قدام ويقرر ان هو يمشي وما يعملش حساب ليك ولا لاعلامك ولا لجمهورك ولا للجنيه اللي عندك اللي هو بمقام 10 بره، حاولوا يقعدوا معاه ويراضوه ويقولوا له هندي لك زي ميزو، يقول لهم لا همشي يعني همشي. اللاعب لسه فاضل له 4 سنين مع النادي الاهلي لحد 2029، بس قال لهم همشي يعني همشي. دي صراحه جديده، انا عمري ما شفت لاعب عمل كده في اي نادي في العالم بصراحه. الاهلي دلوقتي منزل على صفحته الرسميه ان هو قرر استبعاد وسام ابو علي من معسكر تونس، وشوبير قبلها بيوم منزل ان وسام ابو علي رافض ان هو يروح المعسكر بتاع الاهلي في تونس. حرفيا انتوا اضحوكه والله، الواد وسام بيلعب بيكوا الكره حرفيا ومحدش عارف يعمل معاه حاجه. اوعى حد يشوف الاعلام والسوشيال ميديا ان الاهلي يحكم والاهلي قرر استبعاده، كل ده كلام اونطه. من النهارده مفيش حاجه اسمها الاهلي فوق الجميع، في حاجه اسمها وسام فوق الاهلي. بس عارفين ده ليه؟ عشان المال الحرام اهو. المال الحرام اهو. نتمنى لكم الأسوأ ثم الأسوأ ثم الأسوأ.